لماذا تخاف بعض الحكومات من البيتكوين إلى درجة أنها جعلته غير قانوني؟ ازيك يا عبقري؟ تخيل عملة الدولة مش بتطبعها ولا من بنك أصلا، وسعرها بيقفز كل يوم، ولو عايز تعرف سعرها كمل لنهاية الفيديو. والعملة دي هي البيتكوين. في ناس بتقول إن دي مستقبل الإنترنت، وفي ناس تانية بتقول إن ده أكبر جنان حصل في التاريخ. طب يعني إيه البيتكوين؟ ببساطة شديدة يا عبقري، إن البيتكوين هو عملة، بس عملة رقمية، يعني فلوس بس موجودة على الإنترنت بس. أول بيتكوين اتعمل في 2009 من شخص مجهول حتى الآن، اللي هو ساتوشي ناكاموتو. إن شاء الله أكون قلته صح. طب هو في سؤال دلوقتي، ليه الدولة ممكن تخليه عملة مش قانونية؟ علشان مفيش ورق ولا بنك مركزي ولا حتى عملة معدنية حقيقية ملموسة، ومفيش وسيط ما بين اللي انت بتدفعه وما بين اللي انت بتستلمه. في دول بقت تستخدم البيتكوين كعملة قانونية في البلد، زي اليابان وأمريكا. اليابان الين، وبرضه في نفس الوقت البيتكوين، وأمريكا الدولار، وبرضه في نفس الوقت البيتكوين. وكل عملات البيتكوين بتتسجل في حاجة اسمها البلوك تشين، ودوت زي دفتر الحسابات بس عملاق شوية، بيتسجل فيه كل حاجة مخصوصة بالبيتكوين، ومحدش يقدر يعدل اي حاجة في البلوك تشين دي. وسعر البيتكوين هو مش ثابت خالص، عشان هو بيعتمد على حاجة اسمها العرض والطلب. لما الناس تشتري يبقى كده السعر بيزيد، ولما الناس تبيع يبقى كده السعر بيقل. في ناس بتتعامل معاه كأنه دهب بس رقمي، وفي ناس تانية بتتعامل معاه كأنه مؤامرة كبيرة. ممكن تصحى تلاقي نفسك كسبان، او ممكن تبكي وانت قاعد باصص على الجراف. واللي ما يعرفش الجراف، هو الرسم البياني لسعر البيتكوين، الحاجات اللي بتبقى طالعة ونازلة بتاعت الاستثمار ديت. والبيتكوين ساعات بيستخدم في بعض المواقع بتاعت الدارك ويب، عشان هو صعب التتبع. ده مش معناه ان البيتكوين عملة اجرام. هو البيتكوين عامل زي السكينة، ممكن تطبخ بيها عادي، وممكن تستخدمها في الحاجات التانية. هو البيتكوين مش نصب، لكن هو مش مضمون، ممكن يطلع قوي او ممكن ينزل قوي. يعني هو لعبة بس مش للناس اللي قلوبهم ضعيفة. ولو قلبك ضعيف ما تكملش الحتة اللي جاية دي، عشان اللي جاي سعر البيتكوين، واللي جاي هيصدمك وهيحولك تماما. عشان سعر البيتكوناية الواحدة، واحد بيتكوين بتساوي من 3 مليون ل 4 مليون جنيه مصري. ولو قررت في حوار استثمار البيتكوين ده وقلبك ضعيف، ما تبصش عليه كل ساعة. وبس كده يا عبقري، ما تنساش خليك فهمان. سلام.